تناولت بعض منصات التواصل الاجتماعي أخبارا عن العملة السورية الجديدة وأنه سيتم تغييرها، والبعض ذهب في حديثه عن الشكل الجديد للعملة والبلدان التي ستتم الطباعة فيها. لذلك وحرصا على الشفافية أصدر البنك المركزي السوري بيانا يوم أمس الأحد 18 من الشهر الجاري. أوضح في هذا البيان في إطار خطط المصرف الرامية إلى تأمين احتياجات السوق من العملة الوطنية تستكمل طباعة كميات من الأوراق النقدية لدى الشركة الروسية المتعاقد معها سابقا، وذلك وفق المعايير المعتمدة وبموجب اتفاقيات رسمية تضمن جودة الطباعة وسلامة الإجراءات المتبعة. وفيما يتعلق بما ينشر حول تغيير العملة الوطنية أو طرح إصدار جديد بالكامل، فإننا نؤكد أن هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة من قبل مصرف سوريا المركزي، ويخضع لتقييمات دقيقة تشمل الجوانب الاقتصادية والفنية، ولن يتخذ أي قرار بهذا الشأن قبل استكمال الدراسات المطلوبة وإجراءات إصدار القرارات اللازمة. تفاعل الجمهور بشكل كبير على هذا الموضوع واحتمالية تغيير العملة. نتابع معكم أبرز التعليقات. نبدأ مع صوفيا العارف، قالت: عنا ثقة كاملة، بس فعلا ملينا من تداول صور المخلوع ونتصبح بوجهه كل يوم ونحن عم ندفع للمواصلات. على القليلة يخففوا تداول الأوراق اللي عليها صوره هو والمقبور أبوه، يوجهوا الناس بتبديلها. رائد ملاعب أيضا اقترح في تعليق على الفيس، قال فيه: يجب عدم وضع أي صور للشخصيات على العملة الجديدة. يوجد في سوريا من الحضارة والتراث ما يوزع على العالم بأسره من اللوحات الأثرية والتاريخية، لأن الشعب سئم من تأليه الشخصيات والقادة على العملة السورية. محمد الراعي أيضا علق: شو ما كان يكون، المهم يشيلوا صور المخلوع من ساعة ما نزلت صورته ما عاد لها قيمة العملة. ونبيل كتب في تعليق له على الفيسبوك أيضا: ممكن سحب 1000 وال2000 من التداول الموجود عليهم صور المخلوع. ووائل سوار كتب أيضا: الحل في هذه الحالة ليس بتبديل العملة، لأن تبديلها مكلف أكثر من قيمتها. الحل أن تطبع أختام فوق العملة الحالية بمدة زمنية لضبط سوق العملة السورية وحفظ قيمتها، بدل من أن نتكلف بطباعة عملة جديدة مكلفة. يؤكد مصرف سوريا المركزي أنه يواصل متابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار العملة الوطنية. وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا منير عبد العزيز، باحث في الاقتصاد والتمويل الإسلامي عبر تقنية الفيديو من اسطنبول. منير، مرحبا بك في ستوريا. يا أهلا وسهلا، تشرفنا بكم بهذا اللقاء الطيب وبهذا الموضوع المهم في الساحة السورية. أهلا بك منير. حضرتك خبير اقتصادي، برأيك ما هي التحديات التي تواجه الدولة بطباعة عملة جديدة؟ طبعا أول شيء أرحب بكم يعني الجمهور المتابع لهذا البرنامج. في الحقيقة هناك تحديات كثيرة جدا تواجه يعني الدولة السورية اليوم. نعم. في قضية إصدار عملة جديدة. لكن قبل أن نبدأ بالتحديات لابد أن نشير إلى نقطة، أن اليوم سوريا خارجة من حرب كبيرة جدا أنهكت الاقتصاد خلال السنوات ال14 الماضية، وبالتالي اتخاذ قرار من قبل الدولة بقضية استبدال العملة يخضع لمجموعة من التحديات الرئيسية. من أهم هذه التحديات هو وجود احتياطي في البنك المركزي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والذهب والمعادن بشكل عام، لأنه طرح عملة جديدة بدون وجود غطاء لاحتياطي يمكن أن يغطي هذه العملة وطرحها في الأسواق سيؤدي إلى زعزعة الثقة باقتصاد البلد، وبالتالي أيضا سيؤدي إلى يعني عدم ثقة المستثمرين الخارجيين بالعملة الوطنية، وهذا يؤثر على يعني اقتصاد سوريا وسيادتها. هذا من جانب. التحدي الثاني صراحة هو الذي لا يقل أهمية عن الأول، وهو موضوع البنية المصرفية أو البنية التحتية المصرفية.
سوريا خلال ال 14 سنه الماضيه النظام البائد لم يقم بتطوير البنيه المصرفيه المحليه من خلال سواء باجهزه الاي تي ام او يعني الاجهزه المصرفيه الداخليه، وبالتالي اليوم طرح اي عمله جديده تحتاج وقت الى قضيه تعريف هذه العمله على يعني هذا برأيك البنيه عبد المصرفيه العزيز، واعاده برمجه. قبل طباعة العملة الجديدة هناك الكثير من الخطوات التي يجب القيام بها، صحيح؟ تماما. كم نحتاج برأيك من الوقت حتى حتى نستطيع كدولة من إصدار عملة جديدة بأفضل وأسلم المعايير؟ جميل. هذا الشق الثاني من الكلام اللي بيتعلق بدايه اعطيه بمحورين رئيسيين، المحور الاول ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من قضيه تبديل العمله واصدار عمله جديده والى اخره. طبعا لا نغفل الجانب العاطفي اللي موجود عندنا كسوريين خارجين من حرب مع نظام بائد مجرم، ولا نتحمل رؤيه صوره على العملات التي نتداولها، لكن هناك جانب منطقي لابد ان يؤخذ بعين الاعتبار، أن تداول هذه الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تضر بالاقتصاد بشكل كبير جدا. يعني اليوم أنا عندي مثلا مبلغ مالي من الأوراق السورية، لما بلاقي أنه في أخبار على استبدال العملة السورية أنا أفقد الثقة بهذه الأموال. نعم. وبالتالي بيؤدي إلى حالة من تضخم الأسعار في الأسواق بشكل كبير جدا، والمتضرر الأول هو المواطن في سوريا. نعم. هذا الجانب الثاني أننا في قضية استبدال العملة يعني نمط العمله الجديده لا يمكن الاستبدال بهذه السرعه، مثلا ناخذ التجربه التركيه في القرن العشرين كان انهيار للعمله التركيه لدرجه انه $1 يساوي كان 1.5 مليون ليره تركيه. فقررت الحكومه التركيه الجديده في بدايه ال2000 باستبدال العمله المحليه الى عمله جديده وتلغي الاصفار السته. لكن بدأ التخطيط لهذه العملية من العام 2000 إلى 2005، 5 سنوات وهم يخططون ويهيئون البنية المصرفية والاحتياطيات النقدية لاستبدال هذه العملة. من العام 2005 للعام 2009 كانت فترة الإبدال أو الإحلال، يلي هي كان في تعامل مزدوج بالعملة القديمة مع العملة الجديدة، إلى أن تعود الشعب بالتعامل مع العملة الجديدة ضمن إلغاء هذه الأصوات. نعم. فنحن نتكلم بتجربة ضمن دولة فيها مقومات إلى 8 إلى 9 سنوات. سوريا الآن تحتاج حقيقة من 5 إلى 10 سنوات لاستبدال العملة كليا في سوريا. ما الذي عبد العزيز، ما الذي سيطرأ على الاقتصاد السوري بعد طباعة العملة الجديدة؟ طبعا لما نقول طباعة عملة جديدة فإذا عندي احتياطي في البنك المركزي، معناتها عندي قوة اقتصادية نستطيع يعني الاعتماد عليها لإعطاء هذه العملة قيمة وقوة شرائية وقوة استبدال وقوة تقييم. وبالتالي عند طرح عملة جديدة الاقتصاد بالتأكيد سيتحسن، لأنه هو تلقائيا لا يمكن إصدار هذه العملة إلا وجود اقتصاد منتعش عمليا. رفع العقوبات الأمريكية الذي جرى منذ أيام سيساعد ويسرع هذه العملية، لكن لا يعني هنا نتكلم عن السوريين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أن يأخذوا قضية أخبار تبديل العملة من البنك المركزي ومن وزارة الاقتصاد والمالية، ولا يسمحوا للشائعات التي تضرنا نحن كسوريين بالدرجة الأولى ولا تؤثر على قضية سرعة الاستبدال أو بطء الاستبدال. نعم، دائما يعني نعول على وعي الشعب والمواطنين وخاصة في هذه الأمور. كل الشكر لك الباحث في الاقتصاد والتمويل الإسلامي منير عبد العزيز، كنت معي من اسطنبول عبر تقنية الفيديو.